السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم صحاباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال يا رب. حبيباتي فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة ودعمونا بجيم وكومنتار شابين كيما نتوما. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيباتي اليوم جبت وصفة جبن منزلي. جبنة آبائنا وأمهاتنا تاع بكري، يعني كانوا يديروه بكري، ووصفة اقتصادية وبنينة بشكارة تاع الحليب تاع 2500 تخرجي كمية معتبرة من الجبن. إن شاء الله تاكلوه بالصحة والهنا. نبداو على بركة الله في كاسرونة نحطو شكارة تاع الحليب. هذه شكارة شوفي كنت شريتها وكي جيت كشغل كان عندها شحال من يوم حبيباتي، كشغل لقيتها شوية رابت. أيا حطيت هذه شكارة تاع الحليب وكان عندي تاني نص شكارة كنت استعملتها من قبل وبقى لي نص، هيا زدت حطيتها صافي شكارة ونص تاع الحليب العادي تاع 2500 شريها. تقدري تحطيها كيما شريتيها من الحانوت، تقدري تخليها تروب تاني كي تكون رايبة ولا جربتيها صباح لقيتيها فسدت لك ما ترميهاش، أروحي ديري بها جبن منزلي. حطينا شكارة الحليب وحطينا عليها مغرف تاع خل. شوفوا حنايا كان أنا الحليب كان رايب، تما حطيت مغرف وشوية بارابور للنص شكارة هاذيك حطيت مغرف وشوية. كون جاني الحليب باغ اكزومبل كيما شريته من الحانوت نحط زوج مغارف وشوية. وحطيته البنات خلطوا وحطيته فوق النار. هنا حبيبتي ما نخليوهش فوق النار حتى يفيض، نخليوه كشغل يهز هذيك الغلية حتى تفصل الماء على الحليب. شوفوا بهذه الطريقة، شوفي كشغل تلقاي الماء يهبط لتحت والحليب الكمية تاع الحليب هذيك تتكلل تطلع الفوق. في الطاوة تاعك. تجيبي طاوة واحدة أخرى ولا غيسيبيون ولا الحاجة اللي تساعدك حبيبتي، وتصفي وتجيبي صفاية ماشي شرط شاش، هي كانوا بكري يديروه بالشاش ماشي شرط شاش عفوا. تصفي هذاك الحليب كشغل الماء هاوليك هو سخونة، تخليه حتى يسخن ماشي يفيض، كشغل يهز الغلية هذيك شوية. تصفيه هنا حبيبتي، وتاني حاجة ماشي شرط تخرجي له الماء هذاك كامل، باغ اكزومبل ماشي شرط تعصريه حتى يولي ما عندوش خلاص الماء. معليش تخلي فيه شوية ماء. هنا نكملو نصفيوه قلت لك بالمغرف هكاك شغل نديروا له الطريق للماء هذاك باش يصفى. تبقاي هكا حتى تكملي الكمية تاع الحليب كاملة اللي عندك. والله يا البنات يعني طريقة رائعة خير من اللي راكي تشريه من برا بالغلا، وهو اصلا تحضيره جبنية ماهوش جبن. ميم شغل راهم يخدموه بنشا ويخدموه بطريقة ما على بالكش واش هي. نخدمو هكا ونوكلو لوليداتي خدمته بيدي نظيف صحي. خير ما نروح نشريه برا وهو تحضيره جبنيه. بون حنا كنا صفيناه كامل قلت لك تصفيه تنحي له الماء نقول لك ماشي شرط تشيحيه انه يولي يتفرث بودغ، ماشي بودغ انفا يشيح بيان. هنا تحطيه في لو بول تاع الميكسور تاعك، حطيت هذيك لا كونتيتي اللي صفيتها وراهي فيها شوية ماء، حطيت لها مغرف وشوية بريسك زوج مغارف زبدة، وتحطي فخوماج بورسيون. انا هنا حطيت 3 طراف ومن بعد جاتني شويه ناقصه زدت لها. بون وتحطي الفرomاج بورسيون كيما قلت لكم، وتحطي الملح وتحطيه يدور في البغاء في الميكسور تاعك. ميم الا ما عندكش ميكسور هذا ولا تقدري ديريه بالبرا. واش هي حبيبتي انا جربته من قبل بالبرا شغل بالبغا يبقى يلصق لك في البرا وانتي تديري بالسباتول وكشغل سورتو كي تعود كميه كيما هكا قليله كشغل تجيك صعوبه باش تميكسيها هكا في لو بون ميكسور دقيقه. كشغل ميم هكا تحلي تشوفي خير من الميكسور كشغل نصو يلصق في اخر من لو بغا نصو يلصق في البرا في البرا هذاك ما تما يتعبك شويه. بون هاني شفتو هنايا قلت لك هنايا جاني شويه ناقص فرomاج زدت له
طرف فرماج و وهاي ليك سقّمت كيما يقول لك الحواف زدت هاكا وزدت عاودت ميكسيتو. شوفوا البنات يعني والله صدقوني يعني رائع وصنع منزلي وأكيد حيحبوه الولاد، صدقوني حيحبوه. أنا ولادي يتشرطوا بزاف بصح والله غير عجبهم. قالوا لي: "ماما هايل." قالوا لي: "شغل بتي سويس." دايوغ يقولوا لي: "حطي لنا البتي سويس ناكلو شوية." هنا قُلت لك ميكسيتو شوية سامحوا لي، حتى خدا القوام اللي نشوفو أنايا مناسب، شغل هنايا تولي عينك ميزانك. هانيك نيطوايت بيان الغطا هذاك وتشوفي حبيبتي كي تشوفيه ولا كيما لا texture تاعو تاع ان فروماج نحيه حبسي ما تبقايش ترحي فيه وفرغيه في بورت مونجي ولا في غيسيبيون ولا في بلارة ولا و شوفيه في هاد المرحلة حبيبتي هنا كاين اللي يدير له شغل اللي يداويه ينسمو. بون يدير له كاين يداويه بلي زيبيس، كاين يدير له الزيتون، كاين اللي يدير له زيت الزيتون، كاين اللي يدير بالهريسة. هنا كل واحد وكيفاش، أنا هنا خليته طبيعي شغل هاني قلت لك درتو لولادي وولادي دايوغ كيحطوه يديروا له شوية سكر قلت لك ويا يقولوا لي حطي لنا بتي سويس. وشوفوا هنا هذه لا تيكستور ماشي هذه هي دوكا تحطيه في الثلاجة راهو يزيد يحكم روحه خير وخير. قلت لك هنا كاين قلت لك اللي يحب يزيد يدير له تعطيرات كاين يديروا له الأعشاب العطرية كاين اللي يدير له لي زيبيس شغل كل واحد واش يحب. أنا راجلي هنا يقول لي ديري لي فيه الهريسة شغل كي نحط له في الصحن يقول لي ديري لي الهريسة وزيت الزيتون والله يا البنات صدقوني يجي رائع ديريه مع لي فريت مع هكا مع رانا فصل الصيف القليان حوايج خفاف يجي رائع رائع. شوفوا هنايا كي برد حطيته à peu près واحد النُص ساعة في التلاجة، شوفي كيفاش ولات la texture تاعو. يعني جربوه وردوا لي عفوًا ردوا لي بالخبر. شوفي اقتصادي، صحّي، بدون مواد حافظة. يعني واقتصادي تاني كيما يقول لك ينقّص عليك شوية surtout حنا ولادنا راهم كل دورة هاتي الفرماج، هاتي الفرماج، هاتي الفرماج شغل حاجة الملجأ الوحيد اللي كي ما تعجبهمش الماكلة ولا حاجة. شوفوا هنا كي راني نديرو في الخبز والله صدقوني حبيباتي رائع، رائع، رائع. أنا شوفوا نحبو هكا ناتوريل. قُلت لِك ولادي كيحطّوا يقولوا لي حطّي لنا في الصحن ويديروا له السكر شغل ياكلوه بتي سويس. يعني وجبة اقتصادية ورائعة. نتمنى إن شاء الله تجربوها ونتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل القليل. حبيباتي كما يقول لك إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته ونتمنى تجربوا الوصفة. وللمرة الثانية فضلا وليس أمرا حبيباتي اشتركوا في القناة ودعمونا بجيم وكومنتير شابين كما نتوما. ربي يخليكم ليا يا غاليات وإلى الملتقى إن شاء الله.